تشيز كيك لوتوس. نحتاج علبة كبيرة من لوتوس، نمحيه جيدا، نحي 2 غراند كويير دو كوتي من بودرة اللوتوس من أجل التزيين. أما الباقي نزيد له ملعقتين كبيرتين من الزبدة الذائبة، نحطها في المول ونخليها تجمد ساعة كاملة. للطبقة الثانية نخفق 200 مليلتر كريم فريش، 250 غرام جبن ماسكاربون أو جبن طبيعي، ملعقة كبيرة تاع سكر غلاس، ملعقة كبيرة تاع بودر سبيكولوز، ملعقة كبيرة تاع زبدة سبيكولوز. نحطها مباشرة فوق الطبقة الأولى ونخليها ترتاح ساعتين كاملتين في الثلاجة. الطبقة الثالثة نذوب ملعقتين كبيرتين من زبدة سبيكولوز ونزوقها بهذه الطريقة، نزينها كما نحب ونخليها في الثلاجة 4 ساعات كاملة قبل ما نديموليها ونقدمها بهذه الطريقة أو بأي طريقة تحبيها. إن شاء الله تجربوها، ما تنسوش المتابعة والسلام عليكم.